السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله نهاركم يكون مزيان وحياتكم كلها ان شاء الله تكون مزيانه سيدي ربي. نهار جديد وفيديو جديد، وكيف العاده غادي نبداو بالصلاه والسلام على الحبيب. يلا كلكم معايا صليوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف ما كتشوفوا البنات، اليوم نهار ديال التخمال، ولكن ماشي اي تخمال، حيت كيف ما قلت لكم ديك في الفيديو اللي فات. هذيك لي زيطاجير اللي عندي في المحل ماشي ديالي، ديال السي ديال مولاهم زعما. وكنت كنتسنى حتى يحيدهم باش انا نعرف نحاول كل مره نشري حاجه، كل مره ننظم المحل بشويه بشويه. اكيد ما غاديش نجي النهار الاول وغادي نقادو كيف ما انا باغا. البدايه ديما كتكون صعيبه، ولكن حتى حاجه مستحيله عند الله سبحانه وتعالى. دقه دقه وحتى ان شاء الله ندير داكشي اللي انا كنت كنحلم به. المهم اليوم السيد قال لنا قلنا له بانه بغيناك تحيد لنا ديك لي زيتاجير. صافي دار معنا النهار، يعني اليوم غيحيدهم. وانا دابا العشيه فاش خدمت الصباح، وفي العشيه جيت بديت كنجمع، نخوي المحل، نخوي زعما لي زيتاجير ديالو كلهم، نحيد لهم الحوايج كاع اللي كانوا هما ديالي نحيدهم. نحاول نستم في شي بلاصه واحده اخرى بدل ما هو يجي يحيدهم باش انا عاوتاني نعاود نرجع. نرتب المحل. كيف ما قلت لكم راه ما كايناش شي حاجه اللي كتجي دقه واحده، ما كتجي دقه واحده غير الموت، كلشي تيجي بشويه. يعني اي حاجه بديتيها الا وضروري خاصك تصبري باش انك توصل داكشي اللي بغيتي. وانا كان الحلم ديالي انني ندير شي مشروع، يكون شي محل يكون كبير زوين ومنظم وداكشي كيف ما في بالكم. ولكن باقي ما درتوش. المهم دقه دقه احنا غاديين شويه بشويه. المهم هنا كيف ما شفتوا راني خويت ديك الطاجرات كاملين، حيت منهم ديك الخيط والحرير من اي حاجه عندها علاقه بالخدمه ديالي اللي كنديرها تما. حاولت انا نديرهم في ديك المجوره ديال البلاستيك باش ما كيتجمعوا ليا نكونوا مستفين. درتكم في شبيكات وجمعتهم تما في ديك المجوره، وعاوتاني الحرير درتو في شبيكات حتى هو. وبالنسبه لهاد الفيترينا هذه كانت عند راجلي جابها ليا. هنايا كنجمع فيها الثوب، غادي نحاول نحيد فيها الحوايج ديال الرتوش، يعني اللي هكا اللي غير خصني نقص منهم، او لا شي حاجه خاصني غندوز لها السورجي ولا شي حاجه. المهم داك الناس اللي تيعطيوك هكا شي رتوش هكا تيكون عندك. دابا هنا راني كنست فيها كلشي على حسب الغبره، بغيت نغطيها باش حتى يحيدوا هما داكشي ديك لي زيطاجير ديالهم. ولكن من بعد غنخلي فيها غير داكشي ديال الرتوش. والفيترينا الاخرى نخلي فيها ديك التواب د الخيط وداكشي، يعني ديك التواب اللي غنفصل، ويعني البياسات اللي مدفوعين ليا والثوب اللي غادي نبيع. اي حاجه قال لي غتباع ولا غتخيط غنحطها في هذه الفيترينا الكبيره، وهذيك الصغيره غنخلي فيها غير الحوايج هكا ديال الرتوش، يعني شي حاجه د النقيس وداك الشيء. كيف ما قلت لكم سمحوا لي، كيف ما قلت لكم انا من الناس اللي ما تنبغي ما كانتش كل حاجه مزيانه اكيد، ولكن تنبغي نمشي دقه دقه، ما تنبغيش نزرب على الحاجه. يعني مثلا باش انني كيف ما كانت عندي فكره شحال هذه انني نحل محل، ولكن الخطوه كانت عندي ثقيله. يعني كنبقى نخمم بزاف عاد كناخذ شي خطوه. والا كنت باغا نغير شي حاجه من النوع اللي شويه اللي كان مثلا نبغيش نسرب مثلا، ما غدا الصباح نجيب نقاد هادي ونقاد هادي ونقاد هادي. كل حاجه تنبغي ندير عطا وقتها ونديرها بشويه على باش كنحس بحلاوتها. يعني كنبغي نمشي دقه دقه خاها الله. كلشي بشويه عندي انا. المهم كيف ما قلت لكم انا هنايا ان شاء الله غادي نحاول بعدا كيتحيد دوك لي زيطاجير يبان المحل. وكل مره غادي نحاول انني نزيد فيه شي حاجه حتى يرجع كيف ما انا بغيتو ان شاء الله مستقبلا، ويكون زوين ان شاء الله كيف ما كنحلم به وكيف ما بغيتو. اي واحد كيبغي اي حاجه، عنده شي مشروع او لا دار او لا اي حاجه اللي هو تيبغيها تكون في ابهى حله، يعني تكون زوينه نقيه منظمه، يعني كل شيء. نتمنوا الخير. حنايا البنات راني جمعت العقيق في هذه البواطه كامله، يعني ماشي كلشي، المهم داكشي البواطه عندي بواطه كبيره جمعت فيها العقيق وخليتها ابار وصافي، وحطيتها حتى تنشوف فين نحط. راه هي هذه اللي هنا في الارض، هذه البواطه هذه في الارض هنا عامه بالعقيق، حيت هي عندها روايد كندفعها مسكينه من هنا لهنا. صافي هنا راه نهار اخر، يعني مشيت لك العشيه هنا راه حيدوا صافي لي زيطاجير جاو بالليل وما حيدوهم. وانا الصباح صبحت عاوتاني على الجميع والروينه. هنايا راني بديت كنستف، يعني الحوايج كل حاجه كنردها بلاصتها. بدلت البلاصه ديال ما كانوا في الجهه ديال اليمين رديتهم لهاد الجهه الاخرى، يعني بلاصه الجهه اليساريه في الماحل. فاش كتدخلي كانوا في الاول كيجيو على الجهه اليمنيه، ودابا درتهم لهاد الجهه وحده الاخرى زعما باش على حسب
نبدل هكا المنظور هذا. وحيت الجهه الاخرى فيها التقابي بزاف حيت المحل كنتقو، هذيك الجهه نركب فيها نيت ديك اللي زيت ديك العلاقات ديال اللي غيكون نعلق فيها هكا الحوايج اللي خدمت باش يبانوا صافي. هنايا غنبدا نشطب ديك الغبره اللي عندي، وباش نبدا نستفع عاوتاني التواب ونرد كل حاجه بلاصتها. راكم عارفين المهم راه تخمل بحال هكا تخملي في دارك. واخا انا عندي هنا ماشي بار، هادشي عندي مهون بزاف. عرفتي قوه التواب وقوه الخيوط وقوه العقيق وهذا، عرفتي لا اله الا الله وصافي. ولكن كيف ما قلت لكم حاجه دقه دقه، الانسان يبدا بالقليل ويقنع به، والله سبحانه وتعالى تيسر وتيجيب لك الحاجه الكثيره. فانا الحمد لله قنوعه جدا، ماشي غنشكر راسي ولكن انا والله الا يعني ابسط الاشياء كتفرحني وابسط الاشياء كتقنعني. وعندي المهم عندي الحلم ديالي غنوصل له ان شاء الله في يوم من الايام. غندير داكشي اللي انا باغا ان شاء الله، اللي هو يكون عندي محل معروف ان شاء الله الرحمن الرحيم. و... وان شاء الله غتسمع اخبار مزيانه ان شاء الله يا ربي. صافي المهم هنايا راني كنجمع الحوايج اللي هكا التوابل اللي كيكون غير ديك اللي شوت هكا تيشيطو، كنحلهم في واحد الخنشه دابا نوريها لكم من بعد فين كنديرهم. وبالنسبه للحوايج كيفاش كيكون شي طريف ديال التوب كبير اولا شي حاجه، فانا اكيد كنخليه حتى كتجي مولاتو. الا بغاتو كتديه، ما بغاتو شي الا كان في حاله ما الا كان الطرف كبير يعني كيصلح انه يدير شي حاجه. اما دوك الطروفه اللي تيكونوا غير صغار فاكيد كنلوحوهم صافي. ما كاينش اللي كيسول فيهم، انا ما كنحتاجهمش تيبقاو في الخنشه حتى كيجي شي حد اللي باغاهم شي هكا تيكون ميكانيك تيبغي يمسح بهم ديك الزيت، اولا كتجي شي وحده كتبغي تصايب بهم شي حاجه كنعطيوهم ليها كتديهم. يعني ما كندير بهم حنا حتى الخياطه ما كيدير حتى حاجه اصلا كاع. ما كتبقى عندك الوقت باش انك تفكري شنو غديري بديك لي شوت اللي كيكونوا شايطين. صافي كما قلت لكم هذيك الفيترين اللي كاينه لهي راه كلها غنردها غير ديال هكا ديال الروتوش. وهنايا هاد الاخرى اللي غنخلي للتواب. صافي هنا ردت الماكينه السورجي راني درتها لداخل، وهذه الخياطه. وهنايا الهيتمه درت ديال الماكينه ديال الرباطي. صباح النور. كديري عليك؟ الحمد لله. هانيه اختي مزيان كتصوري اختي؟ كديري روتيني اليومي؟ واه والله الا سيده دايره روتيني اليومي. اختي دخلت تفرجي فيا في روتيني اليومي. اييه عطيني سميت القناه ديالك ندير لك ابوني وزين. عالم فاطمه عزيز. هاي يلا لا تجي عندك ما تدخلي حتى شي كومونتير هو هذا. عارفين ملي غتشوفي الكومونتير غتعرفيني انا. عندك غتسبيني عندك غتسبعيني معيار. المهم ديك وهنا هذه واحد الصديقه ديالي، يعني واحد صاحبتي صباح من هنا تنقول لها واخا عليك. جات لعندي هنا كتضحك عليا، قالت لك واش كديري روتيني اليومي؟ بقيت كنضحك عليها. المهم بزاف انا هذه غير واحد بغيت نضحكوا معايا شويه. ما صراحه فاش كنكون كنسجل كيجيو هكا البنات كيلقاوني كنسجل كل وحده شنو كتقول كيبقاو يضحكوا. هاد النوبه هذه قلت والو غنتقاسم معكم هاد الهضره هذه تضحكوا معايا شي شويه. حيت صراحه ضحكاتني بهاد القضيه ديال روتيني اليومي. بزاف اللي تيقولوا لي فاش كيلقاوني كنسجل تيقولوا واش كديري روتيني اليومي. بزاف د الناس اللي واخدين ديك النظره يعني على اي واحد غيسجل فيديو، يعني صافي راه كي كديري روتيني اليومي بالمعنى ديال الروتين. حتى الروتين فيه وفيه، كاين روتين مفيد وكاين روتين اللي هو بلا ما نهضروا عليه راكم عارفين. واخا هذاك هو اللي راه هو خدام، هو اللي هو طالع ولكن الله ينجينا منه. المهم هنا فاش جات حكات معايا شي شويه بزاف. عرفتي اليوم فاش كنسجل معاك كنت كنسجل هذا النص الفيديو الثاني درته في الصباح، ما نقول لكمش شحال من وحده جات ضحكات معايا وقالت لك الهضره. ولكن صراحه الله ضحكوني بزاف. ايوا صافي هنا راني بقيت كنجمع. كيف ما كتشوفوا راه المحل بدا تيبان شي شويه، يعني بدا شي شويه ديال الضو تيبان. بدا هكا يعني مابقاش ديك الروينه الكثيره. وهنا من بعد غنتقاسم معكم غتشوفوا خلاص النتيجه. واخا راه ماشي نتيجه نهائيه ولكن المهم النتيجه الاوليه ديال اليوم. ومن بعد ان شاء الله نوريكم فاش اي حاجه زدتها غادي نوريها لكم. عطيوني الراي ديالكم شوفوا شنو يعني. الا بنت لكم انا مثلا البلاصه اللي ما كنحطيتهم في شي بلاصه اللي ماشي بلاصه قولوا لي انا نبدلها، او لا نحول مثلا شي بلاصه ماشي المهم شي حاجه حطيتها في شي بلاصه. النصائح ديالكم راه مهمه ومفيده، حيت كاين شي حاجه اللي نقدر انا ما نردلهاش البال نتوما تردوا ليها البال. الانسان كياخذ الاراء ديال بزاف د الناس باش كينجح وتياخذ كتكون فكره عنده واضحه على الحاجه اللي باغي يدير.
هي كتكون الفكره ديالي، ولكن كتكون الراي ديال الناس الاخرين راه عنده قيمه بزاف بالنسبه لي. بداك انا كنتقبل الاراء كامله، وكيعجبني الانسان ينصحني ويقول لي هذه الحاجه مثلا فاطمه هذه الحاجه ما درتيهاش مزيانه، فاطمه ديري بحال هذه ولا ديري حيدي هذه ولا. فانا كنتقبل وكناخذها بروح رياضيه كيف ما تنقولوا. وكيعجبني الحال ان الانسان عطاك فكره ولا عطاك شي حاجه، فهو بغالك الخير ونصحك. فكنتمنى انكم نتوما ملي نوريكم النتيجه شنو كيفاش نظمتو. عطونا الراي ديالكم وقولوا لي شنو نبدلو شنو نحط بلاصتو. صافي هنايا هكا بقى. ها نتوما تشوفوا انا حطيت هنايا هاد العلاقات باش كنعلق فيهم الحوايج. كيف ما كتشوفوا هذيك الاورانج والمرا هادو غير تبدل الخيط، خيط بهم بيجامات هكا بلاستيك. راه هاد البابيون باقي غتركب هكا باش انها تثبت، باقي غنثبتها حيت غير ما ساليتش اليوم. يعني كيجيو زويونين، كيكونوا فيهم الكميمات فيهم لاستيك. وهاد الكسيوه هذه حتى هي كتجي غزاله. ملي لبستها المانكان والله الا عرفتي كلشي عجباتو بزاف اللي قيسوها كاع. وخيط منهم هاد العام صراحه الله بزاف، حيت كيجيو زويونين في اللبسه، كيجيو بحال ديك المهم دوك اللبس ديك الكسيوات التركيين. صافي هنايا جليبات اللي كانوا قدام باقي هما ليهم ما جاوش. وكيف ما قلت لكم ديك الفيترينا دات فيها غير روتوش، الحوايج اللي غادي نخدم غير تنقصوا داكشي ومرمى وهذا المهم الحديده المهم مصلوح وداكشي كاع كامل اللي غنحتاج. وهذيك المجوره دات فيهم الحرير والخيط والرشامي. المهم كيف ما كتشوفوا هكا الحرير اللي كيكون شايط ليا، الخيط الرشمات، المهم اي حاجه عندها علاقه العقيق في شي مجوره. وهنايا هذوك الخنشه اللي كندير فيها لي شوط اللي تيشيطو، وهذه درت فيها العقيق هكا اللي المهم عزلت واحد النوع د العقيق حطيتهم في هاد البواطه والاخرين درتهم تمايا. وهذه اكيد انا باش تشوفوني زعما كنسلم عليكم. وهنايا درت الماكينات السورجي. وهذيك البلاصه كيف ما كتشوفوا من هاد التقيبات هادو حتى لهاد جوج تقيبات الاخرين بغيت ندير تمايا العلاق ديال الخاميه ديال لي سياج، ولكن ما عرفتش واش نديرو من هذيك تما داير اولا نشدو من هاد القنت هذا كامل حتى هاد القنت باش يغطي ليا كاع ديك البلاكار د المجر وداك المجوره وهذيك الخنشه وداك الشيء كلشي يتدرق، يعني ما يبقاش يبان كاع هكا في المحل. وما عرفت صراحه الله باقي حيره، يعني عطوني الراي ديالكم. وصافي هنايا هاد الفيترينا درت فيها كما قلت لكم التواب كاع اللي عندهم علاقه يعني اللي مدفوعين ليا باش انا نخيطهم او اللي شاريه انا كنبيعهم او المهم الحوايج اللي الخياطه. هاد الطبيله هذه درت فيها الخيط د الخياطه هنا الفوق وهنا في الساق وليباري وهذا، ولتحت درت هنا الخيط ديال الطرز يعني الحرير ديال الطرز. وهنايا درت في الطبقه التاليه لتحت درت فيها الصم يعني عزلتهم باش هكا يكونوا باينين. ايوا صافي هادشي اللي كاين. نوريكم هاد الجليبات اللي خدمت. هذه كنطرزها طرز رباطي على شكل الطرز التونسي، وفي في الفتيحات وفي الكميمات. ما نوريكم على برا كيفاش كتجي. هانتوما هنا في الكميمات كاينه الطرزه ودرت لها هبط لها البرشمان في باللوينات باش مطرزه في الهبطه ما بينش انا مزيان حيت الزاج راه كاين في الهبطه بالصفر وديك الغوز فوشيا هبطها في الهبطه. وهذه دايرها بطريسنات ومطروزه بالرباط حتى هي. وفي هذا المروازي هكا ديال الطوسه في الطوق وفي القب وفي الكميمات. سيجه من صراحه الله كتجي خفيفه. وهذه جلابه واحده اخرى درتها حتى هي بالبرشمان. هذا مروازي د العبينات هكا مدوبلين بجوج د الالوان وفيها عقيدات بجوج د الالوان حتى هي جات هي خفيفه يعني على حسب الناس. كاين اللي تيبغي داكشي ثقيل وكاين اللي كيجبغي داكشي خفيف. انا بالنسبه لي تيعجبوني هكا خفافين وكيجيو زوينين. صافي هذا هو المحل ملي كندخل ليه كيجينا بهذا الشكل هذا. عطيونا الراي ديالكم. واكيد الخبيه د الماء ديالي ما نسيتهاش حطها حدايا. باقي غنحيد داك الخيط اللي فيه ديك الثوب معلق موراي غنحيدو ما يبقاش تما هذيك الخيط يتحيد. صافي هنايا هذا هو الشكل النهائي ديال المحل. وهذه الحصاله ديالي اللي كنحط فيها الدريهمات اللي تيشيطوا يعني تيكون عندي الصرف شي نوبات هكا تيبقى يطيح ليا تنحطو في ديك المجر هذا كنحطو هنايا. تنشوف ان شاء الله شحال غيجمع ليا ديال ديال الفلوس هاد الحصاله هذه وغنتقاسم معكم شنو جمعت فيها ان شاء الله. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. الى اللقاء.